السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. جايه لكم كده بالمنظر ده. المنظر ده دلوقتي اهو. الحمد لله. الدنيا بقت تمام. النهارده مش هعمل معاكم اكل، انا هعمل حاجة حلوة ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسيش تحطي اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي. معايا هنا انا هعمل جاتو شاتو. تمام. معايا كوباية لبن، كوباية سكر في الخلاط، وهحط كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام. انا بستخدم كاكاو دريم خام. تمام. يبقى في الخلاط كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام. تمام. برحب بالناس اللي دخلت عندي جديد في القناة، وان شاء الله فيديوهاته تعجبكم. تمام. هنا ضربت الخليط ده، هاخد منه كوباية وهشيلها في التلاجة اهو. انا شلت كوباية، الكوباية دي مطرحها لبن. تمام. هحط بقى على باقي الصوص ده، هحط عليه بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وهحط كيسين فانيليا. تمام. يبقى انا حطيت في الاول كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام. ضربتهم، شلت منهم كوباية، حطيتها في التلاجة، وحطيت على باقي اللي في الخلاط 2 بيضة وكيسين فانيليا. هنا بقى حطيت كوباية دقيق منخولة عليها كيس كيك شيف، وحطيت عليه الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. تمام. هقلب كده كله مع بعض. كده الجاتوه شاتوه خلص خالص، مفيهوش اي مشكله. هحطه في صينيه مدهونه زيت، وفي فرن سخن على درجه حراره 180. تمام. هنا بعد ما استوت حطيت جواها خله او سكينه او اي حاجه طلعت نظيفه. الصوص اللي في التلاجة جبته، حطيتها على وش الكيك. تمام. ممكن بعد كده تزينيها باي حاجه تعجبك. انا كان عندي، يعني انا ما اشتريتش، كان عندي فورماسيه ملون، حطيته على وشها بس كده عشان الولاد، يعني مش اكتر. لكن هي لوحدها بالصوص كده بس طعمها حلو. كده هي خلاص خلصت معانا، مفيهاش اي حاجة اهو. كيكة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، هتعجب الولاد ان شاء الله تعجبكم. وده منظرها النهائي، ما تنسيش تجربيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.